بنات العجينة فقط أنا بدل الحليب أخلي روبة، دائما أفضل الروبة لأن أحسها تتطراول العجينة. خليت هيل روبة ما يقارب خاشوقتين ونص، وخليت خمرة وكمباودر ظرف واحد، وطحين أكيد صفر فاخر. الطحين ما خليت الكيلو كله، أقل يعني خليت تقريبا بقى من الكيس ربع. وهسه وعجنتها طبعا بزبد وقلاص زيت، قلاص الكمية العادي، وزبد الزبد هذا اللي مغلف اللي نستخدمه العادي يعني هم أصير بباكيت مالته سعرهم 500. شوفوا بنات، تعجنون أول شي تعجنون الطحين ويا الزيت والزبد وحد، يعني تحركونه بيدينكم منها لما تصير الطحين يعني بحيث شي معزول من شي. انه بعدين الخليط مالكم شنو هو اللي هو هيل، شكر، ضفوا لكم باودر، قلت لكم الروبة هاي تخلطونها وحدها، وانه بتجيبون هاي الخليط بوحده من بعد ما يعني دمجتوا الزيت ويا الطحين، تجيبون هاي الخلطة اللي على صفحة تخلطونها كلها. شوف شو نسوى بعد بدون تخلطون العجينة الطبيعي. طبعا اجت الكهرباء. تمام بنات. هسه راح نبدأ نشتغلها. هاي طبعا القوالب خذيتهم من شي ان، ما واضحات هنا، كلش حلوات كلش حلوات وبيهم اكثر من نقشة. طبعا احاول اقربهم لكم على مود تصير واضحة يمكم. خذيتهم من شي ان، كلش حلوات والله. كل القصات بيهم، وهاي اول شغلة راح اشتغل بيهم، يعني اول مرة اشتغل بيهم. هسه نبلش نطبع. خليني اشغل الفرن واجيكم. شغلت طبعا الفرن، خليته على درجة 200 من على ما اكمل اطبع على مود شنو تكون متخلينها تسرع بالشوي. هسه نبلش بنات. نشوف اذا مبينه هنا. خلنا بس احرك الكاميرا. طبعا راح اختار اول قالب اللي هو هذا القالب بنات. هذا اول قالب راح اختاره اطبع بيه. انا هنا مقسمه العجين